السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ منورين الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده فيديو جديد لينا، والفيديو النهارده اللي بتكلم فيه لما لقيت مشكلة كبيرة قوي على الناس انها مش عارفة تستخدم الرز الجديد الموجود في التموين. في التموين المصري في رز جديد طلع كده. هو رز تقريبا فلبيني او حاجة زي كده، يشبه البسمتي شوية بس هو مش بسمتي. هو رز الحباية، رفيعة وطويلة سنة عن الرز المصري، بس مش طويلة قوي زي البسمتي كده، وحلاوة البسمتي طبعا ده يفرق عن ده، طبعا ده فرق شاسع. ولكن لقيت في ناس كتير بتتكلم عنه، وناس كتير جربته في حاجات كتيرة وحش. انا عن نفسي هقول التجارب اللي انا جربتها فيه، واحسن حاجة جربتها فيه هو لما عملته بطريقة الرز البسمتي. لكن لما عملته في المحشي ما كانش حلو خالص. لما عملته رز وبشعرية والكلام ده برضه ما كانش حلو خالص. فبصراحة ما انصحش اي حد لا يحطه في المحشي، ولا يعمل بيه الرز العادي اللي هو بشعرية والكلام ده. اللي عايزة تعمليه ده يتعامل معاملة الرز البسمتي، بطريقة الرز البسمتي وكده. وهوريكم الطريقة دلوقتي، وهوريهولكم ازاي هيطلع مفلفل. بصوا انا بوريكم الحباية بتاعته اهو، طويلة ورفيع. ده رز التموين الموجود. لو حابة يعني حابة تجيبيه، في ناس كتيرة بتخاف تجيبه، ناس كتير تساؤلات كتيرة قوي. لقيت حد كذا مرة يسأل يقول لي انت بقى لا ما بعرفش استخدمه، لا ما رضيتش اجيبه، مش عارفة استخدمه. لا هاتوه اعملوه بسمتي عادي، اعملوه بسمتي بكركم وبصل والكلام ده. هيبقى كأنه رز بسمتي عادي. رز البسمتي وصل دلوقتي في حدود 65 و70 وفيما فوق. تمام. فهنا كده زي ما انتوا شايفين كده، انا جبت ميه دافيه من الحنفيه، او ميه دافيه. دفي الميه شويه وسيبيه منقوع على الاقل خالص تلت ساعه. يعني معاكي يا ربع ساعه يا تلت ساعه، لا تكتري ولا تقللي. بس هو لازم يتنقع في الفتره دي، ويتنقع في ميه دافيه. تمام. انا بنقعه عشان تعرفوا بس طريقته بتتعمل ازاي. طريقته سهلة جدا وهيطلع معاكي حلو قوي. وتعمليه والله يعني حتى عيالك هيعجبوا بيه جدا. لو انت عملتيه بالطريقة دي هيبقى حلو جدا. هنا بقى جبت بصلة كده صغيرة مخرطاها، وجبت حبة زيت، بس تحطي بقى حبة زيت حلوين عشان يبقى معاكي مفلفل كده وجميل. تمام. هنا بقى جبت بقى التوابل بتاعتي اللي هي ورق اللورة، الحبهان، والقرفة. لو في عندك لومي حطي، ما عندكيش. انا ما كانش عندي لومي فانا ما حطيتش لومي، حطيت الحاجات الصحيحة اللي هي الحبهان وورق اللورة والقرفة. في بهارات تانية بتبقى بعد كده مطحونة، هبقى اوريها لكم لما تيجي، هبقى اوريها لكم. تمام. عشان بس تعمليه ويبقى طعمه كده حلو كده، كأنك فعلا بتاكلي رز بسمتي بالظبط. ما تحسيش ان طعمه ما يعجبكيش، او طعمه ما يبقاش بتبقيش حباه. لا هتعمليه وانت هتحسيه ان هو حلو جدا، والنتيجة هتكون مرضية وحلوة جدا والله بالنسبة لك. يعني جربيه على الطريقة دي وهتشوفي. انا ما عملتوش غير لما لقيت تساؤلات كتيرة عنه، فقلت لازم يعني اجربه قدامكم واعمله قدامكم بطريقة يعني زي ما متعودة بعمله من وقت ما جالي، وانا بعمله بالطريقة دي. المهم قبل ما تصفر البصلة شوية، هنكون بصوا بهارات بقى. دي بهارات مشكلة، وكركم وملح ومكعب مرقة. ما فيش مكعب مرقة ما فيش اي مشكلة خالص، ما تشغليش بالك. حطي البهارات وخلاص. تمام. هنا كده لما نزلت بالبهارات بتاعتي، تكوني بقى مجهزة الكتل، وتكوني حاطة فيه مية مغلية، او يعني غالية المية في الكتل، ويكون جاهز جنبك. عشان احنا مجرد بس ما هندي تشويحة بس للحاجات دي مع بعض، هنحط على طول المية المغلية عشان تسرع معانا من ايه، ان هو تفضل المية بقى تغلي. بقى بصوا اهو الكاتل اهو، ومجهزة فيه المية. هحط المية واسيبها بقى، واروح حاطة بعدها الرز على طول. وانا الرز زي ما قلت لكم لازم الرز ده يتنقع زي ما قلت لكم تلت ساعة او ربع ساعة على الاقل. الموضوع سهل وبسيط. ويا ريت في التعليقات تكتبوا لي لو انتوا جربتوه في حاجه ونفع معاكم، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. انا جربته في حاجات تانية في المحشي ما عجبنيش خالص بالمره، وطعم المحشي كان متغير وما كانش عاجبني خالص. هنا بقى كنت خلاص مصفياه وبدات احطه هنا بقى. فانتوا اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا جربتوه في اي يعني في اي حاجه تانية، اذا كان رز بشعريه ولا اذا كان حاجه ونجح معاكم. ما اعرفش، انا ما نجحش معايا، بس هل نجح معاكم ولا لا؟ يا ريت تكتبوا لي في التعليقات.
وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك، يا ريت يعني الحاجات دي بتدعمنا. لو عجبك الفيديو طبعا. هنا خلاص خدت كل الرز اهو بعد ما صفيته كله من المية. شايفين المقدار؟ انا حبيت اعمله قدامكم. بصوا لازم تكون المية فوق كده شوية، فوق الرز كده بشوية، يعني حلوين كده. بصوا قد عقلة الصباع بالظبط، يعني قد عقلة الصباع تفضل المية كده فوق وش الرز بالظبط. تمام كده هغطيه واسيبه يبقى كده يغلي بقى مع بعضه ويبدأ يستوي. بصوا هنا بدأ يدخل في السوا، لكن ما كانش استوى، ولكن بدأ يدخل في السوا. بس حبيت اوريكم شكله بس. انا رفعته هنا كذا مرة عشان اوريكم مراحل يعني التسوية بتاعته. طبعا انت هتسيبيه يغلي في الاول وتهدي النار عليه خالص، زي كأنه رز، يعني هتهدي النار عليه زي ما اي رز بنعمله. تمام. هنا بقى كان دخل في مرحلة التسوية زي ما انتم شايفين. بصوا بصوا مفلفل وحلو ازاي، تحفة. ده غير الريحة، ريحته جميلة جدا. لما تحطي التوابل وتعمليه زي ما قلت لك بالطريقة دي، وتعمليه وعملت الرز البسمتي وتحطي التوابل شوية حلوة كده، سواء التوابل الصحيحة والتوابل المطحونة، صدقيني هتاخدي منه طعم تحفة ومفلفل وزي الفل، ولا معجن ولا أي حاجة. هنا الشكل النهائي بتاعه لما حطيته في الطبق، وده الشكل النهائي بتاعه. بصوا مفيش احلى من كده. وادي الرزايه بصوا مفلفله وعامله ازاي. انا حبيت اوريهولكوا اهو زي ما انتم شايفين، طعمه يجنن. وبعمله بالطريقه دي، انا بوريكم ان هو مفلفل. بصوا اهو. يا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتجربوه بالطريقه دي وتقولوا لي في التعليقات. بصوا الشكل عامل ازاي، بصوا يجنن ازاي، بجد تحفه 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 تحفه. جربوه بنفس الطريقه ان شاء الله هيعجبكم. ولو في اي حاجه تانية حابين اجربها يا ريت برضو تدوني رايكم في التعليقات. لو اي حاجه عايزين اجربها انا مفيش مشكله بالنسبه لي اجرب لكم اي حاجه، انا عندي استعداد يعني. يا رب كده الفيديو يكون بتاعي النهارده عجبكم يا رب ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.